السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير يا حبايبي. النهاردة بقى هنعمله أكلة شتوية يا حبايبي. وهي طبعا كلها حديد. وطبعا احنا عارفين ان هي اكيد هتبقى السبانخ من الأكلات الشتوية المفيدة جدا، وفيها نسبة حديد عالية. فالنهاردة يا حبايبي أنا هعملها وهطهيها معاكم إن شاء الله النهاردة. ونشوف يا حبايبي طريقتي هتبقى ازاي. خلوكم معايا. بس قبل ما نبتدي طبعا هنصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يلا يا روحي، يلا يا قلبي. أنا هنا يا حبيبتي بقى جبت حله، هنزل فيها بحته سمنه. هكون طبعا مقطعه بصلايه حلوه كده كبيره. هكون مقطعه بصلايه، هنزل بيها بردك على السمنه في الحله كده. وممكن انزل بردك بمعلقتين زيت. هنزل عليها بمعلقتين زيت كده صغيرين، وهخلي البصلة بس تصفر كده، ونشوف هنعمل ايه يا حبيبتي. انا هنا يا حبيبتي خلاص البصلة اصفرت. هنزل بقى عليها باللحمة، هديها تشويحة مع البصلة كده اللحمة. هسيبها عبال يعني اللحمة الدم بتاعها يتشرب. وهنزل عليها اثناء ما حطيت اللحمة على البصلة، هحط عليها حبة فلفل اسمر حلوين كده، واديها بردك بقى تشويحة كده مع البصلة. عشان انتي يا حبيبتي لو نزلتي الصلصة على اللحمة كده هتفسدلك او هتكسر لون الطماطم، هتطلعها فسخانة يعني. لازم اللحمة تاخد التشويحة مع البصلة عشان تطلع لك الصلصة بتاعتها حمرا. لازم تاخدي بالك يا حبيبتي من التكات دي، لازم اللحمة تتشرب ميتها خالص. زي ما انت شايفة كده يا قلبي، انا برضك ايدي فيها. حبة الفلفل الاسمر اللي انت حطيتيهم دول مع اللحمة بيدوها نكهة كده، تشمي ريحتها تبقى جميلة، وتتبل من البصلة وتتبل من الفلفل الاسمر وانتي حطاها على النار. هي كده خلاص بقى اللحمة يا حبيبتي ابتدت خلاص شربت دمها وميتها زي ما انت شايفة كده، واخدت تشويحتها مع البصلة خلاص. انا بقى مفرزة طماطم جاهزة، يعني طلعتها من الفريزر بس هي فكة يعني. هبتدي انزل عليها بيها. انا بصراحة بحب السبانخ حمرا، فطبعا كيلو السبانخ اللي معايا النهاردة انا حطيت له كيسين صلصة زي ما انت شايفة كده. انا مفرزة الطماطم وحمرا زي ما انت شايفة كده. احلى حاجة ان انت تفرزي الحاجة وقت ما تعوزيها تلاقيها في اي وقت يا حبيبتي. كده. انا بقى طبعا مش هحط عليها ملح خالص نهائي، انا بس هسيبها بقى تاخد غلوتين 3 كده تمام. وهكون مسخنه ميه في الكتل، وهنزل بالميه المغليه. ما ينفعش تحطي عليها ميه بارده، بردك لازم تسخني لها ميه وتحطيه عليها. زي ما انت شايفه كده يا حبيبتي خلاص الطماطم اتسبكت اهي كويس جدا مع اللحمه. هبتدي بقى زي ما قلت لك هسخن ميه انزلها عليها. انا سخنت ميه في الكتل لغايه ما غلت اهي. هزودها بقى عشان زي ما اتفقنا اللحمه ما ينفعش تتزود ميه ساقعه ولا يتحط لها ملح اصلا دلوقتي خالص، تتحط عليها الملح قرب السوا. انا هنا بقى حطيت لها الميه
هسيبها بقى تاخد وتدي مع بعضيها كده لغايه ما اللحمه بتستوي. هغطيها بقى واسيبها بقى مع نفسها. بصي بقى يا قلبي، انا كده بقى ايه، اللحمه اهي على النار. انا شايفه ان هي ايه لسه عايزه سوا كمان. مفيش مانع ان انا اسخن بردك ميه وازودها. انا بردك غليالها ميه في الكاتل اهو، هزودها بردك لغايه ما احس انها استوت خالص، تاخد سواها براحتها. وبردك عشان خاطر تبقى سريعه السوا، ممكن احط معلقه سكر صغيره، دي هتساعد ان هي تستوي يعني بسرعه. هسيبها على النار يا حبيبتي ونكمل برضه. هنا يا حبيبتي غسلت طبعا السبانخ غسيل جيد قبل ما اقطعها. غسلتها مرة واتنين وتلاتة وعشرة لغاية ما تلاقي المية بتاعتها راقت خالص. وانا سبت بردك كام واحدة كده عشان اوريكم تقطيعها ازاي. انا هنا يا حبيبتي بشيل بس يا دوبك ايه الراس، واسيب الحتة الحمراء اللي موجودة دي، لان الحتة الحمراء دي عايزة اقولك بتبقى الحديد كله فيها زي ما انت شايفة كده يا قلبي. هاخدها بقى اقطعها صغير كده، بس تقطعيها كده اهو. زي ما انت شايفة يا قلبي كده. ده كيلو السبانخ. طبعا انت بتشيلي الورق اللي هو مش حلو فيها، وزي ما قلتلك بتغسليها غسيل جيد جدا مرة واتنين وعشرة لغاية ما تلاقيها راقت معاكي المية خالص. تصفيها بقى وتبتدي تقطعيها زي ما انا ما وريتك كده. طبعا انا جايبة للسبانخ حزمتين كزبرة. انا باخد زي حزمة كده منها، بقطعها بردك على السبانخ قبل ما اسقطها. ليه بقى؟ هنا السبانخ بتديها سوري الكزبرة مع الطهي بتديها نكهة حلوة قوي. تقطعيها بردك صغير كده زي السبانخ، زي ما انت شايفة كده يا قلبي. يا حبايبي قلبي انا خدت خلاص نص الكزبره وخليت النص التاني، وبرضك في نفس الوقت انا مقشره راس توم كبيره. هبتدي بقى اخد الكزبره دي مع الثوم، اطحنهم في كبه او ادقهم في هون حسب ما يكون عندك يا حبيبتي، عشان نشوفوا برضك الخطوه اللي بعدها هنعمل بيهم ايه. لغايه بقى يا حبيبتي ما اللحمه تكمل سواها هعمل بقى كوبايه رز. هنا حطيت حته سمنه بلدي، هحط عليها واحدتين 3 مستكه كده. المستكه هنا بتدي نكهه حلوه قوي للرز. انا هخليها في السمنه تسيح كده، بتدي نكهه للرز مش قادره اقولك. خلاص هي كده ساحت زي ما انت شايفه كده. هنزل بقى بالرز، هديله بردك تشويحه كده عشان يطلع الرزايه مفلفله وحلوه. تديها تشويحه مع السمنه. هحط عليها ممكن حبه ملح، واكون محضره له بردك ميه سخنه، اكون مسخنه ميه سخنه، لانك انت لما تحطي له ميه سخنه بيغلي على طول، فاصبح ان هو مش هيعجن، يطلع مفلفل. حطيت عليه حبه ملح اهو،
عشان دي كوباية رز بس واحدة. اهو يا حبيبتي. تفضلي تديله تقلبتين كده لغايه ما تحسي ان هو ايه، يتفلفل شويه في ايديكي كده. خلاص يا حبيبتي، هنزل بقى عليه بكوبايه ميه، عشان دي كوبايه رز، يبقى اصبح هنزل عليها بكوبايه ميه، كوبايه قصادها كوبايه على طول، زي ما انت شايفه كده يا قلبي. هو هيغلي على طول بقى عشان الميه بتغلي اصلا اللي انا حطاها. هسيبه بقى يتشرب واشوف بقى ايه السبانخ. اللحمه هنا خلاص كده يا حبيبتي استوت. هجيب بقى السبانخ، هنزل بيها حبه حبه في الحل. ما تخافيش، كل السبانخ دي هتهبط في الحله، هي مش ياما ولا حاجه، هي تغلي لها غلوتين بس هتلاقيها هبطت. كل ده هيهبط يا حبيبتي، ما تقلقيش. هنزلها كده اهو، زي ما انت شايفه هبطت اهي، ولسه هتهبط كمان لما تغلي. بصي الصلصه بتاعتها حمرا ازاي، بصي جمالها. بصي بقى السبانخ اهي يا قلبي، زي ما انت شايفه. انا بقى بصوا بحط لها حاجه كده عشان تلفها. بصي انا هحط لها زي ربع كوبايه رز. انا غسلت ربع كوبايه رز زي ما انت شايفه كده، حبه صغيرين خالص، وهنزل عليها بيهم. حبه الرز دول بقى ايه فايدتهم؟ هم هيلفوا لي السبانخ، بدل ما تبقى السبانخ سايطه كده، لا هحط لها حبه رز. في ناس حتى بيحطوا لها حبه فريك، انا بحط لها رز بصراحه. وهاجي بقى من التومه مع الكزبره اللي انا كنت ضرباها، هنزل بحته منها بردك عليها كده. طبعا هحط لها ملح عشان انا لسه ما حطيتلهاش ملح خالص. هحط لها يا حبيبتي حبه ملح برضه، هنزل عليها بملحها كده بس، واسيبها شويه كده على النار. عايزه اقولك حته التومه مع الكزبره النيه دي هتديها بردك نكهه، هتوديها في حته تانية خالص. زي ما انت شايفه كده، جميله جميله، صلصتها جميله. نزلت هنا بقى يا قلبي في الطاسه، نزلت بحته سمنه على حبه زيت، وهنزل بقى بالكزبره والثومه اللي انا ضرباها. هي دي بقى التقليه الاخيره للسبانخ. زي ما انت شايفه كده، حاولي تكتري الكزبره مع الثومه، عشان التقليه دي هي اللي بتدي النكهه النهائيه كمان في السبانخ. السبانخ زي ما انت شايفه اهي يا حبيبتي. خلاص هي كده دخلت في السوا، يعني ناقص بس على التقليه اسقطها عليها. بصي بقى يا حبيبتي، كزبره اهي زي ما انت شايفه، زي ما انت شايفه كده يا حبيبتي، كزبره خلاص اهي. انا مش عايزاكي تغمقيها قوي عشان ما تمررش منك. زي ما انت شايفه كده يا قلبي،
كفايه كده يا روحي. هطفي عليها بقى وهنزل عليها على السبانخ زي ما انت شايفه كده. تديها تقليبه كده وتغطيها يا روحي بقى وتدفي عليها، والف هنا وشفا. كده يا حبيبتي خلاص السبانخ كده خلصت، والرز زي ما انت شايفه، وحطيت حبه لفت وحبه فلفل اسمر كمان على الرز اهو. والف هنا يا حبيبتي. يا رب تكون طريقتي في عمايل السبانخ عجبتك، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. واقول لكم يا حبايبي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.